بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في توبيك مهم جدا جدا في سي شارب بيزكس، اللي هي الأوبريتورز اللي هي تخيل عندك معادلة حسابية 1+1=2. الزائد هنا اسمه أوبريتور، يعني الأوبريتور اللي هو المعامل الحسابي اللي في النص ده اللي هو زائد، وكمان يساوي. طيب 1 و1 اللي احنا خدنا عليهم المثال فهي اللي هي بيسموها الأوبرنت. طيب الأوبريتور هو العوامل أو الرموز اللي احنا بنستخدمها في يومنا العادي علشان نعمل إجراء عمليات على بيانات، إجراء عمليات على calculations معينة بطريقة معينة. البرمجة زي ما احنا قلنا هي مراية للواقع، واحنا بنقول لغة، فاللغة لازم يبقى برضو فيها عوامل أو رموز أستخدمها عشان أجري العمليات. عايز أعمل كالكوليتور، عايز أعمل أي حاجة، فأنا بستخدم العوامل دي أو الأوبريتورز دي. طيب الأوبريتورز دي إيه أنواعها؟ عندنا الأوبريتور أنواعها شوية حلوين. يعني أولا اللي هي الأرثمتيك أوبريتور. يعني إيه أرثمتيك أوبريتور؟ يعني العوامل الرياضية اللي هي زي إيه؟ زي اللي إحنا عارفينهم كلنا: جمع، طرح، ضرب، قسمة. ده اسمه دول كلهم اسمهم إيه؟ أوبريتور. اللي هو علامة الأوبريتور بتاع الجمع بيبقى شكله عامل كده، الأوبريتور بتاع الطرح كده، الضرب، القسمة، باقي القسمة اللي هي احنا بنسميها الموديلس، اللي هي 10 باقي قسمتها على التلاتة كام؟ فهي 1. يعني ايه؟ يعني 10 على التلاتة فيها 9 على التلاتة بزيرو، تمام، واتبقى لنا 1. ان شاء الله هنشرح قدام يعني ايه باقي اسم ان شاء الله. بعد كده عندنا نوع تاني من الأوبريتور، وهو بيسموها ايه؟ الاساينمنت اوبريتور. يعني ايه اساينمنت اوبريتور؟ الاساينمنت اوبريتور ببساطة ان انا بقول ان انا عندي المتغير بتاعي اللي انا عرفته في المرة اللي فاتت، قلت انت اكس بتساوي 10. فانا هنا بعد كلمة اكس اديت علامة يساوي. علامة اليساوي دي ده اسمه اوبريتور اساينمنت او اساينمنت اوبريتور. ده اللي هو الاوبريتور اللي انا بدي بيه قيمة للمتغير، تمام. مثلا انا عايز اخلي الاكس تزيد ب5 مثلا، فانا هقول له ايه؟ يا اما هقول له اكس تساوي اكس بلس 5 او اكس بلس ايكوال 5. يعني اما اقول له اكس ايكوال اكس بلس 5 او اكس بلس ايكوال 5. معناها ان انت روح خد قيمة الاكس الحالية اللي هي وليكن كانت 10 وزود عليها 5، فبالتالي لو جينا عملنا كونسول دوت رايت لاين هتطلع لنا ان الاكس ب15 حاليا. وعكسها الاوبريتور اللي هو ماينس ايكوال. يعني مثلا ممكن اقول له ايه؟ اكس ايكوال اكس ماينس 2، ففي الحالة دي هتبقى ايه؟ 13. او ممكن اقول له اكس ماينس ايكوال 2. يعني ايه؟ اطرح من الاكس بتاعت 2، ففي الحالة دي برضو هتدينا 13. بالتبعية عندنا الاستريك ايكوال والعلى والموديولس، تمام. نفس الفكرة بتاعة الطرح والزيادة. طيب عندنا نوع تاني من الاوبريتور اسمه الريليشنال اوبريتور. يعني ايه ريليشنال اوبريتور؟ يعني بيستخدم عشان هقارنه بين قيمتين، ودايما الاوتبوت بتاعه يا اما ترو يا اما فولس، مش هيطلع بره عن كده. فانا بقول له ايه؟ هل الشخص اللي قدامك ده ايمن؟ هتقول له ايمن او مش ايمن، تمام. هل اللي قدامك ده كوبايه ميه؟ هتقول لي اه دي كوبايه ميه او مش كوبايه ميه. فهي دايما يا اه يا لا. اه او لا عندنا في البروجرامينج يا ترو يا فولس. يعني دي كلمه اه او لا عندنا، يا منوره يا طافيه، زي اللي هي ايه؟ الترانزستور. يعني خلي بالك احنا لما شرحنا في الاول خالص قلنا الحاجات دي بدأت من عند الترانزستور، يا في كهرباء وصلت يا في كهرباء ما وصلتش، يا سويتش اون يا سويتش اوف. ما فيش حاجة ازيد من كده بالنسبة للترانزستور. هو برضو العلاقات
اللي هي relational operators دايما هتطلع يا يا لا، يا true or false. تمام. طيب ايه انواع الاوبريتورز اللي ممكن تقابلني؟ الايكوال ايكوال دي لو انا عايز اقول له انا عايز اقارن بين قيمتين هل يساوي بعض ولا لا، فانا ممكن اجي اقول له ايه if 5 equal 5، فالحالة دي هيقول لي true. طيب if if 5 equal 4، ففي الحالة دي هيرجع لي بمين؟ هيرجع لي بفولس. عكسها اللي هي لا يساوي، فهو لا يساوي احنا عندنا في اللا يساوي بنحطها علامة تعجب يساوي، اللي هي دي علامة تعجب يساوي. في السيكوال سيرفر ان شاء الله هتبقى علامة اكبر منه واصغر منه بيبصوا على بعض، وبرضو علامة تعجب يساوي، يعني اتنين هتمشي ان شاء الله لما نيجي نشرح قدام السيكوال سيرفر. فهي الطريقة بتختلف من لغة للتانية، بس هي في الاخر بتمشي نفس الفكرة. انا عايز اقول له هل التلاتة لا تساوي 5؟ هيقول لي صح ترو. طيب هل الخمسة لا تساوي 5؟ هيقول لي فولس. دي نفس الفكرة، انا عايز اوصل للنتيجة دي. بعد كده علاقة الأكبر منه كده احنا عارفينها في الرياضيات، كان عندنا علاقة الأكبر منه وعلاقة الأصغر منه، وأكبر منه أو يساوي وأصغر منه أو يساوي. نفس الفكرة بتاعت الرياضيات بالظبط احنا بنطبقها هنا، بس احنا جينا هنا زودنا إن احنا في علاقة الرياضة هنا ايكوال. خلي بالك لو جيت اشتغلت جافا سكريبت إن شاء الله هتبقى ايكوال، هتبقى 3 ايكوال. فهي كله عايز ينفذ نفس المبدأ، بس السنتكس هو اللي مختلف. فأول ما بتفهم لغة برمجة معينة إن شاء الله هتلاقي الاختلافات ما بينك وبين اللغات التانية يعني حاجات بسيطة يعني. اللوجيكال اوبريتور، كنا اتكلمنا في اللوجيكال اوبريتور دي من كام سيشن قدام كده، من يجي 15 20 سيشن لورا. ببساطة اللوجيكال اوبريتور هي الاف ستيتمنت او الشروط اللي انا عايز اعمل فيها على شرط، والشرط ده لو اتنفذ هعمل ستيتمنت معينة في الكود بتاعي. لو انتوا فاكرين كنا قلنا ان الترانزستور فيه بوابات منطقية مسميناها اللوجيكال جيتس. الناس اللي درست فيزياء حديثة والناس اللي كملت في رياضة 2 وهكذا أكيد درسوا فيزياء حديثة والحاجات دي. فمن ضمن الحاجات اللي انت درستها باب كامل في الفيزياء الحديثة دي اسمه اللوجيكال جيتس. اللوجيكال جيتس كانت هم 3 أساسيين، اللي هي الأند والأور والنوت. تمام. كان بيقول لك لو انت الاند دخل لك 2 اوتبوت والاتنين منورين يعني فيهم كهرباء، فانت هتطلع كهرباء الناحية التانية من الاوتبوت بتاعك. لو دخل لك اوتبوت كهرباء واوتبوت مش كهرباء ما فيهوش كهرباء، فهيطلع لك الاوتبوت انبوت كهرباء وانبوت مش كهرباء، فهيطلع لك الاوتبوت مفيش كهرباء. فدايما الاند بتقول لك انا عايز الاثنين انبوت كهرباء او الثلاثه انبوت او الاربعه انبوت ايا كان الانبوتس بتاعتك لازم يبقى فيها كهرباء عشان يطلع لك كهرباء الناحيه الثانيه في الاوتبوت. لو جاء في انبوت من الانبوتس بتاعتك كلها في انبوت واحد ما كانش جواه كهرباء، فانا بالتالي مش هطلع لك كهرباء في الاوتبوت. فاحنا عندنا برضو في البرمجه كنا بنقول شرط. يعني انا عندي شرط بيقول لك لو مثلا افترضنا ان انت نازل السوق مثلا، فهتروح بتقول وانت نازل السوق معاك لستة طلبات. فمن ضمن لستة الطلبات كده بيقول لك لو لقيت شاي هات سكر. يعني من ضمن لستة الطلبات لو لقيت شاي في السوق هات سكر. طيب انا نزلت السوق ما لقيتش شاي، يبقى خلاص مش هجيب سكر، صح؟ طيب لو لقيت شاي وسكر هات نعناع، عشان كده هنشرب شاي بنعناع. فانت لقيت شاي وما لقيتش السكر، فاكيد مش هتشتري النعناع. واصلك؟ فهي النتيجة بتاعتها الاوتبوت بتاعتها ان هي عايز ان انت عايز لو الشرطين لو لقيت شاي وسكر هات نعناع، اللي هو هات نعناع ده الستيتمنت اللي هتتنفذ. فانت لقيت شاي بس ما لقيتش السكر، فاكيد مش فاكيد الستيتمنت اللي بعدها اللي هي شراء النعناع مش هتحصل، وهكذا.
الأور بقى اللي هي لو اتنفذ شرط واحد على الأقل هتمشي، يعني لو أنت داخل لك 3 input كهربا في اللوجيكال جيت بتاعتك الأور دي هتطلع لك ال3 input دخل منهم input واحد كهربا واتنين مطفيين، اتنين تيرن اوف، فبالتالي هتطلع كهربا من الناحية التانية. فأنا ممكن أقول لك إيه، لو لقيت لحمة مثلا فهات لنا بسلة أو هات لنا مثلا بطاطس أو أيا كان أنت بتحب إيه نوع أكل، فأنت كده الشرط الأساسي إن أنت تشتري لحمة، تمام. ولو لقيت لحمة أو فراخ كمان، يعني ده أو ده، هات مثلا هات البطاطس مثلا. فأنت في الحالة دي الستيتمنت بتاعت شراء البطاطس هتتنفذ لو أنت اشتريت لحمة أو اشتريت فراخ. طب أنت ما اشتريتش الاتنين فخلاص أنا هشتري بطاطس ليه؟ مش هطبخ حاجة، تمام. النوت بقى اللي هي لو دخل كهربا تطلع فاضي، لو مش داخل كهربا تطلع بكهربا، تمام. ده هي النوت اللي هي العكس، اللي هي ايه، الستيتمنت دي لازم يبقى العكس بتاعها. طيب عندنا حاجة كمان اسمها اليونري اوبريتور او العوامل الأحادية، اللي هي ايه، ممكن انا اجي كل يبقى عندي iteration، عندي لوب كده. اللوب دي ان شاء الله لما ندخل في اللوبينج والإيتريشنز والحاجات دي بنبقى محتاجين ان احنا كل ما نلف لفة بنزود الكاونتر بتاعي بقيمة او بنقصه بقيمة، تمام. فاحنا لما بنيجي نقول له مثلا اكس بلس بلس معناها ان انا ازود واحد على الاكس. طب اكس ماينس ماينس معناها نقص واحد على الاكس. وهنعرف لو عملنا بلس بلس اكس هيعمل ايه، ولو عملنا اكس بلس بلس هيعمل ايه. يعني القيمة دي بلس بلس اكس دي لها معنى، واكس بلس بلس برضو لها معنى، تمام. ان شاء الله يعني لما نيجي قدام في الاتريشنز هنعرف الموضوع ده. بعد كده في عندنا حاجة اسمها العامل الثلاثي. ان شاء الله لما ندخل في الاف ستيتمنت مفترض عندنا في الاف في اف والس والس اف وهكذا. فعندنا بدل ما نعمل else والس اف والحاجات دي، لا انت ممكن تعملهم في سطر واحد. فانت مثلا ممكن تقول له إيه عندك متغير مثلا اسمه result، فانت بتقول له ايه الريزلت 10 اكبر من 5، تمام، 100 او 200. طب ايه ده هنا الشرط انا بقول له ايه، هل 10 اكبر من 5؟ هنا بعد ال10 اكبر من 5 لو تحققت، لو ترو نفذ دي، لو فولس نفذ دي. فهل هي ال10 اكبر من 5؟ يبقى دي ترو، يبقى تنفذ ال100. طب لو انا عكست بقى وقلت له هل ال10 اقل من ال5 فهتبقى فولس، فهيروح هترو هيلاقي 100 هيروح ينفذ ايه، ال200، تمام. نصيحة، ذاكروا كويس الاوبريتور عشان ان شاء الله هنشرح بعد كده الاف ستيتمنت وهنشرح سويتش وهنشرح اللوبينج والحاجات دي، فهتنفعكم جدا 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 قدام، وهننفذ حاجات مهمة جدا جدا. شكرا جدا لكم.